النهاردة هنعمل أحلى وأهم الأكلات اللي بنستنى الموسم بتاعها عشان نعمله، هو القلقاس. طريقته سهلة وبسيطة ومن أهم الأكلات اللي بتدينا طاقة في الشتا كده وتحسسنا بالدفى. لما يتعمل كان بيه جنبها لحمة أو بط أو فراخ بتبقى الطعم بيكون مختلف جدا. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض، بس قبل ما نبدأ ما تنساش نعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه ازاي نجيب القلقاسيه ونعرف انها طازه. بصوا بتكون فيها خط احمر كده من النص زي ما انتم شايفين، دي يعتبر انها طازه وهتستوي بسرعه. واحنا لسه في بدايه الموسم فهتلاقوا احلى قلقاس اصلا في السوق. نبتدي نقشر، نشيل اول الحته اللي فوق دي كلها ونقشره كويس وبنغسله. انا بصراحه بغسله، في ناس ما بتغسلهوش، انا بغسله وبرشفه كويس قوي بفوطه كويسه اللي هو بشيل منه الميه نهائي، بس لازم يتغسل يعني. نجيب بعد كده اساس القلقاس بتاعنا السلق والكزبره، دول اهم حاجه. بنشيل منهم العيدان كلها. هنا ماما كانت ادت لاختي تشيل العيدان بتاعه السلق، ما كانتش شالتها فقالت تشيلها معاكم. هنا كنت قطعت كمان القلقاس مكعبات زي ما انتم شايفين. هنبتدي نشيل كل العيدان اللي في السلق وفي الكزبره، وبعدين هنجيب كميه الخضار دي في الكبه. القلقاس الكيلو بيكون عليه لفه سلق ولفه كزبره بالظبط، مش بتزودي عن كده. لو انت هتزودي قلقاس بتزودي بقى اللفات بتاعه الخضار. طب لو مش عندك كبه بتحطي عادي في الخلاط عليهم حبه شوربه صغيرين علشان الخضار يتحرك في الخلاط، وبعد ما بتخلصي بتصفي الميه اللي في الخضار على الشوربه عادي. الخطوه دي هتخلي الشوربه في حته تانية. المهم هنوصل الخضار زي ما انتم شايفين بالمنظر ده تتفرم خالص، والشوربه قبل ما ننزل بالقلقاس عليها بننزل بنص عصره ليمونه. دي الخطوه دي مهمه جدا ان انتوا تعملوها. الشوربه دي كانت شوربه بط انا كنت عاملاها. هنقلب بقى ونسيبه يستوي. الشوربه طبعا كانت متحوجه كويس، وحطيت كمان معلقه توم كده صغيره، وهنسيبه بقى لحد ما يستوي ونغطي عليه. هنا الخضار زي ما انتم شايفين فرم ناعم ازاي. جبت حله صغيره على حسب حجم الخضار طبعا، وحطيت فيها معلقتين من السمنه ونزلت بالسلق عليها. هنفضل نقلب فيه لمده لا تقل عن نص ساعه ربع ساعه. قلت اطمن على القلقاس. هنا كان خلاص قرب يستوي. خلي بالكم يا جماعه هو بيستوي بسرعه جدا عشان ما يتريش منكم، هو زيه زي البطاطس مفيهوش فرق، بيستوي بسرعه يعني. هنا السلق هنفضل نقلب فيه لحد يا جماعه ما يبتدي يخشن كده معايا ولونه يغمق، هيبقى بدل الخضار اللي انتوا شايفينه ده هيبتدي يقلب في زيتي. قلت ابص على القلقاس كده خلاص استوى وطفيت عليه. نخلص بس السلق وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. طبعا انا مش محتاجه اقول لكم انه مش شرط خالص يكون شوربه بط، هو بيتعمل بشوربه اللحمه وبيتعمل بشوربه الفراخ. هنا قبل ما السلق بتاعي اول ما يستوي، قبل ما يستوي نزلت بحبه توم كده كتار حلوين، ممكن معلقتين 3 ورشه بقدونس ورشه ملح. ابتدى يغمق ازاي وتحسوا ان فيه خشونه على الاول من ان هو كان طري. انا عايزه اقول لكم في اللحظه دي النور كان قطع بس مش مشكله، ما وقفتش. نزلت بقى بالسلق في الحله واديتهم غلوتين بالظبط، مش اكتر من غلوتين عشان القلقاس ما يتهريش، وغطيت عليه وبس كده وطفيت. هتاكلوا يا جماعه احلى قلقاس ممكن تاكلوه في حياتكم بشوربه البطه، بجد بيبقى طعمه مختلف نهائي يعني. عملت بقى جنب رز بالشعريه وكمان البطايه حمرتها. تعالوا كلوا معانا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. اكتبوا لي في الكومنتات انتوا بتحبوا القلقاس ولا لا وبتعملوه ازاي، واكتبوا لي كمان حابين الفيديو اللي جاي اعمل لكم اكله ايه. اشوفكم الفيديو اللي جاي. باي باي.